السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيفكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة موضوع مرتضى منصور بتكلم على أحمد أبو الفتوح وعبد الله جمعة. يا مستشار، يا مستشار مرتضى، عيب تحكي على عيبتك كده يا أخي. اعمل زي رؤساء الأندية التانية. يعني أنا أهلاوي الحمد لله وأفتخر. عندك عمرك شفت الخطيب طلع على قناة الأهلي قال لك اللاعب ده بيشرب، اللاعب ده مش عارف ايه، اللاعب ده مش عارف بيسوي ايه، اللاعب ده معاه نسوان؟ عمرك شفت هذا الشيء؟ طيب موضوع كهرباء، وانت ده انك تحكي على كهرباء وكهرباء بتاع نسوان وكهرباء بيشرب مخدرات وكهرباء وكهرباء وكهرباء. كهرباء مشي من الزمالك وراح الاهلي. سمعت الخطيب حكى عن كهرباء اي شيء؟ سمعت الخطيب قال لك كهرباء بيسهر في ملاهي ليلية او بيسهر في مع حريم؟ سمعت الخطيب طلع حكى على الكهرباء اي شيء؟ طبعا لا. انت بتسيب لاعب وتمسك في لاعب، بتسيب لاعب وتمسك في لاعب. يا عمي، آه، يسيب اللي يعمل اي حد عايز يعمل يعمله. انت مش شايف احلى لاعب في نادي الزمالك احمد ابو الفتوح حاليا؟ يعني احلى لاعب احمد ابو الفتوح. وبعدين بقول لك على شيء، عمر ما الاهلي راح ياخد لاعب من الزمالك اذا اللاعب بتاع الزمالك راح الاهلي انتقال حر. تمام؟ دي حاجة لازم تعرفوها يا زملكاوية. يعني الأهلي عمره ما راح ياخد لاعب من الزمالك إلا راح الأهلي انتقال حر. غير كده عمر ما نادي الأهلي هيفكر اللي هو يروح للزمالك وياخد منه لاعب. تمام؟ كهربا هو أساسه أهلاوي. تمام؟ فعمره في يوم من الأيام ما حد اتكلم عليه. حتى جماهير الأهلي، جماهير الأهلي بتنده باسم كهربا، يعني عايزة كهربا ترجع الملعب تاني. يعني جماهير الأهلي عايزة كهربا ترجع الملعب تاني. انت عندك مش جماهير الزمالك مش بتنادي، جماهير الزمالك بتشتم اللعيبه. وليش؟ وانت كمان جاي على اللعيبه كمان. يعني انت بتقول عبد الله جمعه واحمد ابو الفتوح، ليش يعني؟ المهم، بلاش يا مستشار مرتضى تغلط في لعيبتك. يلا سلام.